الحكومة السعودية، وأقولها بكل صراحة ووضوح أمام ملايين المشاهدين، بأمس الحاجة هذه الأيام بل منذ فترة طويلة لتحسين صورتها. أمام من؟ في الداخل وفي الخارج. في الخارج هناك معارضة سعودية، هناك الدكتور محمد المسعري وهناك الدكتور سعد الفقيه، كلها عبارة عن أشخاص يعني لا ليس لهم تأثير مباشر على نظام ودولة قوية. ممكن أكمل يا أحمد؟ فضل. هناك أعداد متزايدة الآن من المعارضين السعوديين في الخارج، اللي هم ذكرت أسمائهم، وهؤلاء ناس أشراف يعني معروفين في المجتمع السعودي. دكتور محمد المسعري، دكتور سعد الفقيه، الأول متخصص في الفيزياء النووية متخرج من جامعة هايدلبرغ الألمانية، والثاني جراح وطبيب مشهور ومعروف وذو سمعة طيبة. هؤلاء كان الأولى بالحكومة السعودية أن تلم شمل السعوديين وتكتسبهم إلى جانبها، تفتح خط معهم. في الداخل الآن في مجموعة غير قليلة من الكفاءات السعودية المسجونة في السجون، مثل الدكتور وليد السناني. الدكتور وليد السناني صار له 9 سنوات في السجن. الدكتور وليد، مين وليد السناني؟ أحد الدكاترة المعروفين في نجد في المملكة العربية السعودية، ومعه ولده أيضا عمره 16 سنة، وصار لهم 9 سنوات في السجن الآن. الدكتور سعيد بن زعير اللي هو قضى 8 سنوات في السجن وخرج، وثم لأنه تكلم مع الجزيرة في مكالمة هاتفية أعيد إلى السجن مع ولده أيضا سعد. الجزيرة يبدو عليها ذنوب كثيرة. يبدو ذلك. في عندك الدكتور عبد الله بن إبراهيم الرئيس اللي هو دكتور في جامعة الملك سعود، في السجن صار له من سنة وشهرين. عندك الشيخ سليمان بن ناصر العلوان صار له في السجن فترة طويلة. تهمهم ايه وقضاياهم؟ باهني القصة. الدكتور الشيخ سعود القحطاني صار له 12 سنة. سعود القحطاني صار له 12 سنة. هؤلاء كلهم الآن في السجون، لا في صحيفة دعوة، لا في تهمة واضحة، لا في حكم من محكمة، غير مسموح لهم محامي، غير مسموح زيارتهم. هذا وضع غير عادي في العالم الآن، وأصبحت هناك منظمات حقوقية تتابع حقوق الناس وتستعمل الفضائيات وتستعمل الإنترنت لمتابعة هذه القضايا. لو كنت مكان المملكة العربية السعودية أو كنت الحكومة، تعمل إيه؟ كنت ألم شمل الناس. ما هم الناس ما بيسمعوش الكلام. أنا أعتقد بأنه كلمة الحكم والحاكم من الحكمة تأتي، يعني بدون حكمة ما ينفع الحاكم. يا سلام. لابد من حكمة، ولابد من سعة صدر، ولابد من استيعاب كل هؤلاء في إطار المسيرة السعودية للنماء وللبناء وللازدهار وللاستقرار. أما تعتقد أن ده طرح نظري أكثر منه شكل عملي؟ الشيء المؤسف أنه بعض الناس يعتبرونه نظري، وأنا أعتقد بأنه هو الطريق الوحيد المفتوح أمام الوضع في المملكة العربية السعودية. الحل الأمني وإهمال الجانب السياسي للموضوع هذا مدخل غلط للحل. الجانب السياسي بيرى الحكام دائما أنه ينتقص من الحاكم، من السلطة، من هيمنة الدولة. هذا حاصل فقط عندنا في الجزيرة العربية. أما في العالم الآن المحاسبة والشفافية والتطوير والتحديث والمراقبة والمحاسبة بل والمعارضة أصبحت أمور يعني معترف فيها في كل أنحاء العالم، ولا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تنجو من ذلك.